السلام عليكم. معكم هبة محمد. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة، يوميات هبة في المنزل. يا رب تكون قناة خفيفة على قلوبكم وأقدر أستفاد منكم وتستفادوا مني. تعالوا النهاردة هنشوف في يومنا. أنا عملت شوية قرص فلاحي، بإذن الله هعملها لكم بطريقة بسيطة وسهلة هتعجبكم إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين، يلا معانا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. القرص الفلاحي يا جماعة أهم حاجة الدقيق والسمنة واللبن الرايب وذرة ملح وخميرة وشوية سكر، وهقول لكم المقادير بالظبط قد إيه. أنا عملت 5 كيلو دقيق. ال5 كيلو دقيق عليهم كيلو ربع سمنة، لكل كيلو دقيق ربع سمنة. ومقدار الدقيق ده خد مني 3 كيلو لبن. تمام، زي ما انتوا شايفين الأول هننخل الدقيق. خليكم معايا لآخر الفيديو. احنا نخلنا الدقيق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طول ما احنا شغالين في أي حاجة في البيت ما ننساش ذكر الله والصلاة على النبي والاستغفار كتير عشان ربنا يصلح حالنا وحالكم بإذن الله. دول 5 كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين، وهنحط ذرة ملح وهنجهز الخميرة 3 معالق سكر، وهنحط 5 معالق خميرة فورية صغيرين، معلقة صغيرة، وعليهم شوية مية دافية مش سخنة، وهنقلبهم كويس في بعض ونسيبها دقيقتين لحد ما ياخد ده اللبن الرايب بتاعنا على وشه قشطته. وهحط عليه الكيلو وربع سمنة، هدف فيهم دفيان بسيط جدا على النار، وأقلبهم في بعض على النار. مش هسخنهم قوي، ده يدوبك عشان السمنة تفك شوية في قلب اللبن. زي ما انتوا شايفين الموضوع بسيط وسهل، مفيهوش أي حاجة معقدة. هنحط الخميرة وهدلق السمنة على اللبن الرايب. كل دقيق على حسب نوعه بياخد كمية سوائل بتختلف من دقيق لدقيق. أنا عشان هنا عارفة الدقيق بتاعي ده، فأنا حطيت ال3 كيلو لبن كلهم مع الكيلو وربع سمنة، هيطلع المقدار مظبوط جدا على ال5 كيلو. اعجني كويس جدا، أهم حاجة العجن كويس جدا. أنا دلوقتي هشتغل بالإيدين، أيوة، لتي واعجني قوي. احنا لما بنقعد مع بعض الستات ونلت ونعجن ونرغي ما بنملش. انتي كمان وانتي بتلتي وتعجني كده في العجين ما تمليش. اعجني كويس جدا، اعجني كويس جدا لحد ما ايديكي العجين كله يطلع منها، وفي نفس الوقت ما تبقاش العجينة ناشفة. هنغطي العجين ونحطه في مكان دافي يخمر شوية. هو خمر لمدة ساعة إلا ربع عشان خاطر دي خميرة فورية. هنبتدي نقرص القرص الحجم اللي انتي عايزاه. هملى الصينية كلها وهرجع لكم تاني.
بغطي القرص دي برضو واسيبها تخمر شوية، بس مش كتير، يعني بتاع تلت ساعة. طبعا احنا في شتاء، لو في صيف وخميرة عادية بتاخد وقت اكتر من كده. يا ربي، في الشتاء بتاخد وقت اكتر من كده، انما في الصيف بعتذر لكم طبعا على الغلط ده، في الصيف الخمر العجين بيخمر بسرعة. انا جبت الصينية وابتديت ابطط عليها القرص زي ما انتوا شايفين، وما نرفعش التبطيطة قوي عشان القرص ما تبقاش ناشفة. انا باخد اطراف الصينية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بدخل على اللي جوه واللي جوه اللي انا ابتديت بيه عشان بيبقى الخمر بتاعه احسن من اللي جوه. بسم الله ما شاء الله، ال5 كيلو عملوا لي كمية محترمة. دي من حاجات تجهيزات رمضان يا جماعة. يعني لو يوم كسلنا ناكل فول، الكلام ده، قرصة بكوباية شاي بحتة جبنة والموضوع يتقضى. بسم الله ما شاء الله، شوفوا عملوا لي كام صينية. 5 كيلو دقيق، تاني 5 كيلو دقيق، عليهم كيلو ربع سمنة، و3 كيلو لبن بخيره. بس يا ريت يستحسن لبن رايب، انا بروب اللبن، انا ما بعجنش باللبن على طول، انا بخلي اللبن يروب الاول. بسم الله الله اكبر، العجينة طرية وجميلة في ايديا. تعالوا نشوف الكمية. الله اكبر، دي طاولة ما شاء الله، والله اكبر. شوفوا كام صينية، الصواني دي كبيرة، ما يغركوش الشكل، ما شاء الله. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. انا بحطها على الارضية عشان محدش يقول قرص يبقى عايزة فرن غاز او فرن بلدي، لا، انا بعملها في فرن البوتاجاز وهتشوفوا احلى قرص. انا حطيتها على الارضية على طول، وبعد كده بشغل الشواية. انا بتأكد ان تحت استوى وحمر اهو، اللون بقى ذهبي وجميل. انا اسفة في الفيديو ده ما جبتش تصوير ان انا طلعت الصينية على الشواية فوق. اهي، شوفوا اللون رائع، والريحة ما اقولكوش. بسم الله ما شاء الله، روعة. شوفوا الفرن بتاع البوتاجاز خليها طرية وتحفة. بسم الله ما شاء الله، من ورا بصوا طرية ازاي، شفتوا السوا جميل ازاي من جوه. اللي عايزة تعمل حاجة تعملها بكل الامكانيات المتاحة عندها. ادي ده سواق تاني انا طلعته برضو، بسم الله ما شاء الله. شفتوا السوا شكله عامل ازاي. الله اكبر، الف هنا وشفا على اللي هياكلوه، تحفة. وادي الكمية زي ما انتوا شايفين، بسم الله الله اكبر. ده ال5 كيلو دقيق، عليهم الكيلو وربع سمنة، عليهم ال3 كيلو لبن رايب. يا رب يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.